وده طبعا واحد بيعمل كيكة، بيعمل كيكة في مصنع يعني في الهند. ودي طبعا بعد ما خلصها كده بيقطعها زي ما انتوا شايفين. الاول كده يجيب سطل وقعد بقى ايه، تشوفوا كام كرتون، 10 كراتين بيض، عمال ينزل في، يكسر في بيض ويحط في السطل، يكسر في بيض ويحط في السطل. وبعد كده هيحط طبعا في العجان اللي انتوا شايفينه ده، بينزل بالبيض كله في العجان زي ما انتوا شايفين. ماشي. و... وهو عمال بقى ايه بيلحس في القطعة اللي هي بتاعت العجان، بينزل منها العجين. ماشي. جاب بقى ايه، جابوا بقى شكارة الدقيق كده، وعمال بقى بينزل بالدقيق، هو عارف المقدار اللي هو بيعمله يعني. وطبعا زي ما انتوا شايفين حاطط نص ايديه بالظبط، نص دراعه بالظبط، نازل في نزل في بتاع اللي هو بيعمل فيها ديت. وبصوا شايفين حتى الشعر اللي تحت باطه، فاضل حاجة بسيطة، حاجة بسيطة، والشعر ده يجي في الخليط. استغفر الله العظيم يا رب. الناس دي ما بتهتمش بالنظافة خالص، لا في نفسهم ولا في الادوات اللي بيشتغلوا فيها. هنا بقى ايه، بعد ما خلص وعمل الخليط، نزل بقى ايه، يصب بقى، عمال بيصب في الخليط ده، في القوارب اللي انتوا شايفينها دي، عشوائي كده يعني، حتى مش همه حاجة تبقى ملخبطة، مش يعني مش شاغل نفسه، عمال بينزل اهوت، ملاهم كلهم، كلهم ملاهم بالخليط اهو. تمام كده. وبعد ما خلص وملى القوارب دي كلها، اللي فاضل عمال بيوزعه برضو عشوائي يعني، مش خايف تطلع ملخبطة اي حاجة، لا عادي خالص اهو. جاب بقى ايه البتوع اللي عاملين زي علب الكبريت دولت، وبقى ايه يعبي ويحط يحط كل واحدة في القالب بتاعها، ويقفل عليه زي علبة الكبريت كده. بص اهو. ويرص، عمال بقى يرص في الترول اللي هيخش في الفرن اللي هو الكبير ده عشان التسوية. وهو خدهم اهو ودخلهم بقى في الفرن اللي هو الكبير ده عشان يسويهم. وهيقفل بقى عليهم ويظبط التايمر عشان يظبط يعني الوقت بقى. مثلا هتقعد نص ساعة، هتقعد ربع ساعة، كده يعني. بيظبط حاله ويظبط نفسه، عشان بعد كده هيفتح ويشوف ويشوف ويورينا كده زي ما وراكم كده في اول الفيديو، لما الكيكة طلعت يعني من الفرن. ولو وصلتوا معايا لحد هنا، ما تنسوش تشتركوا في قناة.